أهلا بيكم في التحليل ده. خلينا ندخل في الموضوع على طول. النهاردة إحنا هنلبس قبعة المستثمر التقليدي المتشكك، المستثمر اللي مش بيمشي ورا أي ترند وخلاص. هدفنا نعمل مراجعة أو أوديت صارم ومحايد تماماً لأصل البيتكوين. إزاي بدأ؟ بيشتغل إزاي؟ وهل ليه قيمة حقيقية فعلاً من غير أي تحيزات؟ أي مستثمر عاقل بيبص على السوق دلوقتي لازم يسأل نفسه سؤال مهم جدا. هل الظاهرة الرقمية دي فعلا هي الثورة المالية اللي الناس بتتكلم عنها؟ ولا هي مجرد فقاعة وطريق مسدود للمضاربة مفهوش أي أساس قوي زي اللي متعودين عليه في استثماراتنا التقليدية؟ وعشان نجاوب على السؤال ده بشكل منهجي هنمشي على 5 نقط. أولاً، إزاي يتولد من رحم الأزمة المالية؟ ثانياً، هنفك شفرة الدفتر العالمي. ثالثاً، هنقارن الفلوس الصلبة بالعملات الورقية. رابعاً، هنناقش مشكلة التدفق النقدي. وأخيراً، إزاي بيقدر ينجح من اختبارات الضغط القاسية. خلينا نبدأ بالنقطة الأولى، الولادة من رحم الأزمة المالية. بصوا، عشان نفهم الأصل ده بجد لازم نرجع بالزمن للبيئة اللي اتولد فيها، عالم كانت ثقة الناس فيه في البنوك والحكومات بتتبخر حرفياً. نرجع لسنة 2008، النظام المالي كان بينهار، بنوك عملاقة زي ليمان برادرز بتفلس، والناس العادية فجأة لقوا نفسهم بيدفعوا فاتورة إنقاذ للبنوك دي ب 700 مليار دولار من فلوس ضرايبهم. وسط الغضب العارم ده، وفي أكتوبر 2008 تحديداً، ظهر شخص أو مجموعة مجهولة تحت اسم ساتوشي ناكاموتو ونشروا ورقة بحثية. الفكرة كانت عبقرية وبسيطة: إيه رأيكم نعمل فلوس بس من غير بنوك في النص؟ وبعدها بكام شهر، في يناير 2009، تم تعدين أول كتلة، أو اللي بنسميها الجينيسيس بلوك. التطور كان مذهل بصراحة، من مجرد ملف PDF لواقع في 2010 لما حد اشترى بيتزيتين ب10,000 بيتكوين. تخيلوا إن البيتزيتين دول قيمتهم دلوقتي أكتر من 600 مليون دولار. الحادثة دي أثبتت عملياً نجاح فكرة الفلوس اللي بتتنقل من غير أي وسطاء. وده بينقلنا للنقطة التانية، فك شفرة الدفتر العالمي. بعيداً عن التاريخ شوية، أي مراجع مالي شاطر لازم يفهم المكنة اللي بتشغل العملة دي من غير أي بنك مركزي يديرها. النظام ده شغال بميكانيزم اسمه إثبات العمل أو Proof of Work. باختصار، المعدنين بيدخلوا في سباق رياضيات عالمي وبيحرقوا كهرباء كتير جدا عشان يأمنوا الشبكة. اللي بيكسب السباق ده هو اللي بيحل الكتلة وبيضيف المعاملة للدفتر العالمي اللي مستحيل اختراقه. وعشان أي حد يقدر يلعب في الدفتر أو يزور معاملة، هيحتاج يخترق ويغير كل نسخة من الدفتر ده على آلاف الأجهزة حوالين العالم في نفس اللحظة بالظبط، وده حرفياً شيء مستحيل يحصل. السر هنا كله في كلمة واحدة: اللامركزية. المفهوم ده بيشتغل كأنه درع منيع بيحمي الشبكة دي. اللامركزية ببساطة معناها إن دي الشبكة متوزعة، مفيش أي جهة أو شخص واحد بيتحكم فيها، وده بيخلي الدفتر محصن تماماً ضد الاختراق أو ضد فكرة إن في نقطة فشل واحدة ممكن توقع النظام كله. أي تغيير في الدفتر محتاج إجماع عالمي من الشبكة كلها. طيب خلينا نروح للنقطة الثالثة، الفلوس الصلبة في مواجهة العملات الورقية. دلوقتي إحنا كمستثمرين لازم نحلل الحجة الاقتصادية الأساسية اللي بتخلي الناس والمؤسسات تتجه للبيتكوين. الحجة دي بتتلخص في التناقض الصارخ بين العملات اللي ممكن تطبع للأبد وبين الندرة المطلقة. السر كله في الرقم ده، 21 مليون. على عكس العملات الورقية اللي الحكومات بتطبع منها براحتها عشان تحل أي أزمة اقتصادية، النظام بتاع البيتكوين عنده سقف صارم مفروض برمجياً ورياضياً. هم 21 مليون عملة بس، مستحيل يزيدوا عن كده أبداً. التناقض ده بالذات هو اللي بيفسر ليه المؤيدين بيسموا البيتكوين فلوس صلبة. خلينا نقارن، في الوقت اللي البنوك المركزية بتقدر تطبع فيه كميات ملهاش حصر، وزي ما شفنا مثلا أمريكا طبعت وزودت 40% من إجمالي الدولارات الموجودة في تاريخها كله في الفترة ما بين 2020 و2022 بس. في نفس الوقت ده البيتكوين عنده معروض متوقع جدا، ومكافآت التعدين بتنزل للنص كل 4 سنين. يعني في الوقت اللي المعروض النقدي التقليدي كان بيتضخم فيه بسرعة رهيبة، معدل تضخم البيتكوين كان بينزل بشكل رياضي وثابت. عشان كده المدافعين عن الأصل ده بيشوفوا إنه بيمثل الذهب الرقمي. هو بياخد ندرة الذهب ومتانته، بس بيحسن عليه جداً لأنه قابل للنقل والبرمجة. يعني أي حد يقدر ينقل ثروته كلها بمجرد إنه يحفظ 12 كلمة بس في دماغه، وكمان تقدر تتحقق من أي معاملة في ثواني. الميزات دي هي اللي خلت مؤسسات عملاقة زي بلاك روك تدخله بقوة، وحتى دول كاملة خلت البيتكوين عملة قانونية. وشفنا السلفادور وهي بتبني مدينة كاملة بتشتغل بطاقة البراكين عشان تعدن بيتكوين، وشفنا ازاي الناس في الأرجنتين بيستخدموه عشان يهربوا من التضخم المرعب في بلدهم. بس استنوا، إحنا لسه مستثمرين متشككين، وده ياخدنا للنقطة الرابعة: مشكلة التدفق النقدي.
بالرغم من كل الابتكارات اللي اتكلمنا عنها، إحنا كمستثمرين تقليديين مستحيل نتجاهل عيب جوهري وواضح جدا لما نقارن الأصل ده بالأصول التانية المنتجة. عمالقة التمويل التقليدي زي وارن بافيت، تشارلي مونجر، وفي البداية كمان جيمي دايمون رفضوا البيتكوين بشكل قاطع. هم بيسلطوا الضوء على فجوة ضخمة جدا في إزاي بنقيس القيمة. بالنسبة لهم البيتكوين ده مش بينتج أي حاجة مفيدة، وإنه مجرد أصل للمضاربة البحتة وتداول حاجات ملهاش قيمة حقيقية على حد وصفهم. الجدول ده بيوضح لنا مشكلة التدفق النقدي بامتياز. بالمعايير القديمة والراسخة بتاعتنا كمستثمرين، الأصول التقليدية زي المزارع أو العقارات بتطلع محاصيل، بتجيب إيجار، أو بتدفع توزيعات أرباح، يعني فيها تدفق نقدي إيجابي. في المقابل البيتكوين هو أصل غير منتج تماماً، مفيش تدفق نقدي، مفيش أرباح بتتوزع، هو مجرد أصل موجود. تقدر تعتبره ملكية رقمية، أو زي ما البعض بيشوفوا مجرد حجر رقمي أو ذهب خام ما بيعملش أي حاجة غير إنه بس بيحتفظ بقيمته. وأخيراً نوصل للنقطة الخامسة، النجاة من اختبارات الضغط القاسية. أي أوديت أو مراجعة مالية دقيقة لازم تقيم المخاطر الكارثية والتهديدات الوجودية اللي ممكن نظرياً تدمر الأصل ده من على وش الأرض. بس المذهل فعلاً هو إزاي الهيكل اللامركزي للبيتكوين بيقدر يحيد التهديدات دي. يعني تخيلوا لو ساتوشي ناكاموتو نفسه رجع فجأة ومعاه نسبة ضخمة من العملات، النظام برضه هيفضل محمي، لأن أي تغيير بيحتاج إجماع عالمي مش في إيد شخص واحد. طب بالنسبة للكمبيوتر الكمي اللي ممكن يكسر التشفير، المطورين بالفعل شغالين على تحديثات تخلي الشبكة مقاومة ليه. وحتى الحظر الحكومي الصارم، شفنا الصين لما منعت التعدين تماماً، إيه اللي حصل؟ المعدنين بكل بساطة لموا أجهزتهم ونقلوا لبلاد تانية. ده بيثبت لنا إن الشبكة دي متصممة عن القصد إنها تكون بطيئة وبسيطة، لكن مرنة بشكل لا يصدق قدام أي هجوم. بعيداً بقى عن كل المقاييس التقليدية بتاعتنا دي، في سؤال بيطرح نفسه بقوة في النهاية. لو كانت القوة العظمى لأي أصل هي مش إنه يكون مثالي أو بيجيب أرباح، لكن مجرد قدرته على البقاء والنجاة قدام كل تهديد ومحاولة تدمير، يا ترى الأصل ده محتاج يصمد قدام قد إيه كمان عشان المتشككين يضطروا في النهاية يعترفوا إنه فعلاً فلوس؟ سؤال يستحق التفكير العميق جداً، وبيخلينا كلنا نراقب بشغف إزاي مستقبل النظام المالي هيتشكل الأيام الجاية.